يا بنات عاملين ايه؟ هنخش كده بالفيديو على طول. النهارده انا هعمل لسان عصفور احمره في القلايه زي ما انتم شايفين كده. لو انتي اول مره بتتابعيني اهلا وسهلا بيكي في القناه، ارجو منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو من ايديكي، مش تخسري حاجه. يلا بينا نشوف احنا هنحمر لسان العصفور ازاي في القلايه. انا هشيل دي مش هحطها، يعني انا لو حطيت فيها لسان العصفور هيسقط من الخروم دي، فانا احطه منه للحله على طول. ودي ميزه القلايه دي بالذات، ان انت تقدري تشيلي المصفى من الجسم نفسه زي ما انتم شايفين كده، او تحطيها براحتك. فانا مش هستخدمها في التحمير بتاع لسان العصفور. واحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندي لسان عصفور اهوت، انا بحطه كده في علب، مش بحطه في اكياس. انا مش بجيبه في كيس، انا بجيب الكميه بتاعتي في اكياس عادي، بس بحطه في الايه، في القلايه. بحطه معلش في العلبه كده زي ما انتم شايفين، عشان بيسهل لي حاجات كتيره قوي. فكده اهو انا حاطاه في الفيشه. ولازم عايزه اقول لك على معلومه كويسه ومهمه جدا، ان انت ما تدخليش القلايه بتاعتك ما تبقاش منها للحيطه، لازم تبقي بعدها شويه عن الحيطه، علشان بيبقى فيه ورا هنا كده. عايزه اوريكم، انا هشيل السفنجه دي كده. بيبقى فيه ورا هنا كده زي ما انتم شايفين، في جسم كده طالع كده، اللي هي بيبقى الفيشه نفسها اللي في الجهاز نفسه الثابته. فانا بحاول ابعدها عن الحيطه وكمان امان. اهو زي ما انتم شايفين انا موصلاها بالكهرباء عشان استخدمها اهو. وهدخل كده الحله في جسم القلايه نفسها، وهتشتغل معايا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. طيب انا عندي البرامج بتاعتي اهيت، انا كنت وريت لكم قبل كده الفيديو ده. عندي البرامج بتاعتي اهي، فانا هعملها على برنامج تحمير البطاطس وهشغل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المفروض تاخد 25 دقيقه، لا انا مش عايزاها 25 دقيقه، انا هقلل الوقت معايا وزي ما انا عايزه على مثلا ربع ساعه. درجه الحراره هخليها 190 زي ما انتم شايفين كده. احمر فيها لسان العصفور من غير زيت، من غير سمنه، من غير اي حاجه خالص، وهيطلع معاكي كانك محمراه في زبده او في سمنه. ارجو منك الدعم واللايك وسبسكرايب، اشتركي في القناه عشان يوصلك معايا كل جديد. زي ما انت شايفه كده، اول ما يتحمر ويخلص هوريهولك.